السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم بإذن الله. فيديو خاص بالنساء الحوامل. غادي نعطيكم إن شاء الله التجربة ديالي كيفاش كانت ولادة ميسرة، وغادي نعطيكم بإذن الله دليل شرعي من القرآن الكريم كيفاش كتكون الولادة الميسرة، أو شنو هما المواصفات اللي خصنا نتبعو بإذن الله تكون ولادة ميسرة. انطلاقا من التجربة ديالي، صراحة هاد الآية القرآنية كنت كنقراها بزاف، وهاد الصورة عزيزة على القلب ديالي، ولكن صراحة الله في الفترة نتاع الولادة ولا قبل الفترة نتاع الولادة ما كنتش يعني كنتأمل في ديك الآية القرآنية، ما كنتش كنتمعن فيها، يعني كنت كنقرا قراءة عابرة. ولكن بعد ما دازت فترة على الولادة، وبقيت كنتدبر في الآية القرآنية، فلقيت بأن سبحان الله، الله كيوصف لنا في ديك الآية كيفاش كتكون الولادة الميسرة، ولا شنو هما الأشياء اللي خصنا نديرو من قبل باش تكون الولادة ميسرة، وكيفاش خاصها تكون النفسية نتاع المرأة الحامل. والعجيب والله العظيم انني واخا ما كنتش، كما قلت لكم ما كنتش كنتمعن في ديك الايه، بالضبط دوك الاشياء هما اللي تبعت. فصراحه الله بعد ما دازت المده كما قلت لكم وعرفت المعنى نتاع دوك المواصفات اللي عطاهم لنا الله سبحانه وتعالى، يعني لقيتهم تماما هما اللي طبقت في الولادة ديالي. فكانت ولادة كنتمناها لكل مرأة حامل مقبلة على الولادة. هما بطبيعة الحال كيكون ألم المخاض، يعني راه لابد منه، ولكن يعني المرأة ما كتعذبش بزاف بحال مقارنة مع شي نساء، الله يجعلها من مغفرة الذنوب بإذن الله. فبإذن الله سبحانه وتعالى كانت ولادة ميسرة كما قلت لكم، كانت ولادة بدون عملية، يعني ولادة طبيعية. وغادي نبدا بإذن الله بالآية القرآنية، وهي في سورة مريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم مخاطبا مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. غادي نبدا بالآية الأخيرة وهي وقري عينا. استنبط منها العلماء أن الحالة النفسية للمرأة الحامل قبل الولادة لها علاقة وطيدة في تيسير الولادة. فالمرأة الحامل اللي كتكون قريرة العين وكتكون مرتاحة البال عامل أساسي في سهولة الولادة. أما المرأة إذا كان هناك مشاكل مع الزوج أو ضغوطات نفسية مع العائلة أو في العمل، فهي سبب في تعسير الولادة. لذلك كنصحكم جميعا، فالمرأة فاش كتكون حامل هذيك الفترة راه ما كتوليش تعاود، واخا تولي تعاودي حمل آخر، يعني كل ولادة وكيفاش كتكون، يعني خصها تعطي يعني تاخذ الراحة النفسية الكاملة، وما تبقاش تجهد نفسها باللباس نتاع الطفل، ولا فين غندير السبوع، ولا ولا شنو غادي ندير الاسبوع، ولا هادي فهاد الشيء كامل كيعطيها واحد الضغوطات نفسيه البن في الولاده، او مشاكل مع الزوج كما كنعرفوا، ولا مع العائله، ولا بالعمل، فتبتعد على اي حاجه غادي تجهدها نفسيا. فكما قلت لكم الولاده كتختلف من ولاده لولاده، وداكشي علاش كل فتره وكل ولاده نرتاح فيها، نتمعن في كل حركه، نتمعن في كل سكون، يعني ما نبقاش نديها في الاشياء اللي كتجهدني نفسيا وما كنستافدش منها، لان اي حاجه مكتابه بحال دابا مثلا الاسم نتاع المولود ولا المولوده، او السبوع ولا الاشياء اللي غيكونوا فيه، ولا المكان ديالو، داكشي بلا ما تجهدي به نفسك، لان راه مكتاب فين غادي يدار وشنو غيدار وشكون اللي غيجي، يعني خدي وقتك الكافي للراحه النفسيه ديالك.
والشق الثاني من الآية وهو الأول: وهزي إليك بجذع النخلة. النخلة كنعرفوها كاملين، والنخلة كاينة شجرة النخلة واحدة كتولد لنا التمر. فسبحان الله التمر عنده واحد المعجزة كبيرة على صحة المرأة، وسبحان الله على حتى صحة الجنين. فمنافع التمر ولا الرطب كما جاء في الآية، فمنافع ديالو كثيرة سبحان الله. داكشي علاش كناكلوه أول حاجة وصانا بها الرسول عليه الصلاة والسلام ناكلوها فاش نكونوا صايمين، لأن كيمشي مباشرة من الفم للدم. فبطبيعة الحال غادي يدوز الجنين وغادي يعطيه المكونات اللي غادي يحتاجها. وبطبيعة الحال كنعرفوا الإجهاد اللي كيكون عند المرأة الحامل وخصوصا في الأشهر الأخيرة، فهو كيغذيها بشكل مثالي. وبخصوص التجربة ديالي، أنا كنت شهري الأخير ولدت بالضبط في يوم 28 في رمضان، يعني كان رمضان. وكنت أكثر حاجة كناكلها هي التمر، يعني كنت كناكل التمر بزاف. فسبحان الله حيت عرفت هذه الآية، يعني كما قلت لكم كنت كنقراها ولكن صراحة ما كنتش كنتمعن فيها. فاش عرفت هذه الآية قلت سبحان الله، اللي الله يعني تلقائيا كانت شي حاجة اللي كناكلها بزاف مقارنة بالاكل اللي كناكلو في رمضان. وصراحة ما كنتش كناكل بزاف، يعني كنقول راه عندي جوج خصني ناكل اكثر من الكمية اللي كنقدر عليها عادة، ولكن كناكل الاكل اللي كيكون صحي واكل اللي كيكون مغذي اكثر. فعادة حجم الرحم في الأيام العادية يعني قبل الولادة كيكون فيه 2 سنتيمتر ونص. بعد ما كتكون المرأة حامل وخصوصا في الأشهر الأخيرة فكيرجع سبحان الله حتى ل 750 سنتيمتر. فهاد الوزن يعني راه ماشي سهل. فكما قلت لكم هذا الوزن ماشي سهل. فبعد نزول الجنين من الرحم نتاع الام ديالو، وبعد ما كتقطع الشرايين اللي كتكون مرتبطه ما بينه وما بين الام ديالو بالمشيمه، فخاص شي حاجه اللي غادي تشد لنا دوك الشرايين. فسبحان الله ماده في التمر ولا الرطب بعد ما كنتي كتاكليها من قبل، يعني كنتي كتاكلي التمره من قبل، فكتعاون دوك الشرايين باش كيتسدوا. وإلا ما تسدوش فممكن ان المرأة تبقى تنزف حتى لا قدر الله تموت. داكشي علاش فاش كنقيسوا المرأة البطن ديالها بعد الولادة كنلقاوه قاصح. فهناك مادة في التمر كتعاون على باش الجدار نتاع الرحم يتقلص او يقصاح، باش دوك الشرايين يتسدوا ويتوقف النزيف. وفي مادة الرطب او التمر مادة ثالثة كتستفد منها المرأة الحامل، وهي مادة ملينة. فكنعرفوا ان حجم الرحم كيكون كما قلت لكم الحجم ما بين 2.5 يعني كيرجع حتى ل 750 سنتيمتر في الاشهر الاخيره. فكيزاحم اذا جينا نقولوا هكا بالمعنى ديالنا كيزاحم الاعضاء الاخرى. داكشي علاش الا كان المعي الغليظ او المصران الغليظ عامر بالنفايات فهي كتحس بالضيق. داكشي علاش التمر فيه مادة ملينة يعني كتخرج جميع النفايات اللي كتكون في المعي الغليظ هكا باش كيتوسع الجنين. وحتى المرأة الحامل كما قلت لكم من قبل كتحس بالراحة النفسية. مادة أخرى كما قلت من قبل وهي في أثناء عملية الولادة، هي عملية مجهدة للقلب، فيحتاج القلب إلى غذاء ليستطيع تحمل هذا المجهود اللي جاه على غفلة. وكي تعتبر التمر سريع الهضم، فكما قلت من الفم إلى الدم،
كيتحول بسرعة إلى طاقة كيتغذى بها الجسم. فسبحان الله المرأة الحامل كتحتاج في أثناء الولادة إلى طعام بهذا الشكل كيتحلل بسرعة وكيتحول إلى طاقة. فالآية الكريمة تقول فكلي واشربي. فبعد ما كناكلوا سبحان الله كناكلوا الحلاوة فكنبغيو نشربوا. فالطعام الحلو كيبغي شي مادة سائلة باش يتحلل فيه وباش يسهل الهضم ديالو. فالمرأة الحامل تحتاج إلى شرب الماء بكثرة، وتحتاج أيضا إلى الراحة النفسية، وتحتاج إلى مادة لتنقية الأمعاء وتنظيفها، ومواد تجعل الرحم ينقبض بعد الولادة. فهذا الشيء كامل موجود في التمر سبحان الله. فكانت هذه هي الآية الكريمة اللي كتوصف لنا الولادة الميسرة شنو خصها. لابد من شرب كثير، ومن طعام خاص، ومن راحة نفسية. فقري عينا يعني الهدوء والسكينة قبل الولادة وبعد الولادة. فكنعرفوا ان بزاف نتاع النساء الحوامل كيولدوا ومن بعد كيكون شي توتر، شي خوف، تيكون شي حاجة كتجيهم فجأة. فسبحان الله كيمشي الحليب. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة وصى مريم بالهدوء والسكينة. فسبحان الله غادي نرجع لكم للتجربة ديالي. بعد ما بداني المخاض وعرفت بان راه هذيك هي الفتره نتاع الولاده، كنت بحثت وكتبت في واحد المدونه عندي، كنت كتبت فيها دعاء لتسهيل الولاده والصور اللي كتعاون. فسبحان الله بقيت عاقله عليهم، مشيت هزيتهم ذاك النهار وعاقله بان واحد الدعاء كتبته في الكف ديالي باش نبقى غاديه وانا كنقوله عميل. يعني هذا الشيء كله مزيان، يعني كيسر وما كاين محسن من بنادم يذكر الله، يكثر من ذكر الله. حاجه وحده اللي كنصحكم بها اللي تايا كنت درتها، يعني كثروا من قراءة القرآن في الأشهر اللي كنعرفوا بأن الجنين كيبدا يستمع. فمزيان أن الجنين يسمع القرآن هو في الجنين تاع الأم ديالو. ف صراحة الليلة اللي ما كنتش عارفة بأن راه هذيك الليلة اللي الصباح ديالها ولا الصباح ديالها غادي نولد، فكان جاني واحد الألم بسيط. فدرت سورة البقرة ودرتها في ليزوكوتور وحطيتها على البطن ديالي، والله العظيم الا حسيت بواحد الراحة وصافي نعست وخليتها هكاك ونعست. يعني بنادم بحال هادشي يجتهد فيه وان شاء الله الله غادي يسر جميع الامور. وكما قلت لكم ما تنساوش الدعاء الاخوات اللي الله مازال ما رزقهمش بالذريه الصالحه، وكثروا من الدعاء في ديك اللحظه. يعني واخا كيكون الالم بنادم يحاول انه يثبت يثبت شويه. وما نساوش قراءة سورة الفاتحة بنية الشفاء ولا بنية التيسير. كنعرفوا بأن سورة الفاتحة من الصور اللي وصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاء. والعسل كذلك، إذا كان من الأمكن كان عسل حر، فنوضع كأس من الماء نوضع فيه العسل ونقراو عليه ما تيسر من الصور وسورة الفاتحة. فكنعرفوا بأن العسل شفاء من كل داء، والقرآن منزل من السماء يعني لا جدال فيه. فهذا الشيء كله كيكون كدعامة ولا كشي حاجة اللي كتبرك بها المرأة الحامل. وإن شاء الله الله يسر الجميع الحوامل يا رب. وكنوصي آخر وصاية هي المشي، وهي اللي كيوصيو عليها الأمهات والأجداد ديالنا. الشهور الأخيرة ما تكثرش النعاس نتمشى ما أمكن، وما تاكلش بزاف، لان الماكله بزاف كتقول بانني خصني ناكل ليا والجنين ديالي، فكتزيد الوزن كينتفخوا الرجلين ما كتبقاش تقدر تمشى. فمن الاحسن انها تاكل الماكله المغذيه وما تكونش الكميه كثيره باش ما تنفخش، باش ما تزيدش الوزن بزاف،
ويصعب ليها تصعب عليها الحركة، يصعب عليها كل شيء. فتاكل الماكلة المغذية، الفواكه، الخضر، تبعد على الحلاوة بزاف، تبعد على الماكلة المالحة بزاف، لانها كتنفخ، هي اللي كتكون سبب اكترية في النفخ نتاع الرجلين. فهادشي كله تبتعد عليه وتحاول تمشى ما امكن، فكيساعد بزاف على الولادة الطبيعية، وولادة اللي كتكون ميسرة. يعني الجنين ما كيكونش منتفخ، فبطبيعة الحال غتكون الولادة ميسرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فكانوا هادو هما النصائح اللي بغيت نتقاسمهم معكم. كنتمنى انني ما نكون نسيت حتى شي حاجه. الله يسر ولادة كل حامل، والله يرزق الذرية الصالحة لكل حامل، والله يرزق الذرية الصالحة لكل محرومة ومحروم، والله يجعل أطفالنا أطفال كيفتخر بهم بلادهم، كيفتخر بهم الإسلام، كنفتخروا بهم كآباء وأمهات ديالهم. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.